السلام عليكم، صلوا على الحبيب يا حلوين وحطوا لي لايكات كتير قوي. اللي اول مره يشوف قناتي مطبخ رحمه ابراهيم يعمل لي اشتراك ولايك فضلا وليس امرا. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى نعمل الفطار بتاعنا. زي ما انتم ما شايفين كده، جبنا كيلو لبن وصفيناه لازما عشان لو في اي حاجه ما تنزلش في اللبن. زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله كده بيغلي معانا. وهنعمل بيض بفلفل الوان. زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله الطريقة دي انا بدمنها جميلة جدا وطعمها حلو. وبيض بالخضار واللانشون. اللانشون ده اختياري بس كان عندي متوفر، فبيدي طعم حلو قوي في البيض. زي ما انتم ما شايفين حطينا ملح وفلفل اسود، بس طبعا مش هنكتر الملح عشان اللانشون بيبقى فيه فلفل اسود وفيه الملح. زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله بجد طعمه بيبقى جميل. هنا برضو حطينا شوية زيت في الطاسة، وهننزل بالفول كده بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. شوية شطة وفلفل اسود اقتربت وملح. صلاة الجمعة. والطحينة دي طبعا لا غنى عنها، بتخلي طعمه جميل قوي. ونص ليمونة اهو. هنا بقى هنعمل كابتشينو او نسكافيه زي ما بتقولوا. ما شاء الله عملنا النسكافيه ده ازاي؟ حطينا شوية سكر على شوية ماء وضربناه بالمضرب الكهرباء لحد ما عمل معانا الشكل ده كده، ورسمنا القلب ده. هنا بقى لكل ست بيت نصيحة حلوة قوي هتستفيدي منها. لو الحوض فيه علامات ممكن تجيبي معجون سنان بالشكل ده، اي نوع عندك، وتدعكي بالشكل ده. هيدينا شكل حلو قوي ولمعة جميلة قوي، وهيشيلك اي حاجة في حوض مطبخك وهيخلي شكله نضيف وبالشكل ده زي ما انتم